السلام عليكم، معكم سيحس او حسين. ماشي، مش هتفرق من قناة ايه، بس جاي اكلمك النهاردة عن ماذا بعد المجمع التكنولوجي اللي في العمارية، اللي هو تقريبا يعني مفيش فيديوهات بتعدي في الفيوز. بس عايز اديك نصايح تمشي بيها. يعني انا اقول لك تجربتي وانت تشوف انت عايز تعمل ايه من الاخر. اوكي، مبدئيا كده انا اهو خارج من المجمع ده ب95% ونص. ماشي، عملت بيهم ايه بقى؟ ولا اي حاجة. رحت زي الشاطر كده، كان قدام الكلية التكنولوجية اللي لازقة فيه. ماشي، ودي ناس صحابي دخلوها، وان شاء الله هحاول اتكلم معاهم يعملوا يقولوا برضو هما التجربة بتاعتهم وكده. حاسس ان كلمة تجربة دي غلط، اللي هو يعني رأيهم فيها. اوكي، وناس تانية راحت معاهد تانية بقى بشوية فلوس. بس مش قصدي حاجة وحشة، يعني عادي. يعني معهد في 10 من رمضان وفي 6 أكتوبر والحتت دي بعيدة، أنا مرضيتش أروح. أنا بقى وواحد تاني صاحبي برضو كده، ماشي، جينا هنا عند معهد المطرية. اشمعنى معهد المطرية؟ مش عارف، يعني هو أقرب حاجة. وليه معهد المطرية؟ ليه مش كلية كده؟ عشان ناويين إن شاء الله نخش كلية هندسة بعد معهد المطرية. ماشي، فنخلص السنتين. جبنا بقى فوق ال98%، ومش عارف هنعملها ازاي. هنخش كلية هندسة. جبنا أقل من 85، 98%، الله أعلم هنعمل ايه برضه. ماشي، فالحمد لله على كل حاجة، ومش مشكلة. إيه يعني محدش كان بيشتغل بشهادته في الزمن ده. الشهادة دي عاملة زي الساعة مثلا. اوكي، ففي ناس ممكن تلبس الساعة وتزود من مش عارف، يعني من منظرها الحلو. وفي ناس عادي هي منظرها حلو خلق. فيعني ان شاء الله مش هن مش هنقاطع. اوكي، وشوف انت عايز تخش ايه يا اسطى. مش مفيش حاجة حلوة وحاجة وحشة، كل التعليم زي ما انت عارف. ماشي، بس